هبدة كبيرة بتحصل عليها مشاكل خطيرة. محمد ايوه يا بابا. عايزك في مشوار. اروح فين يا بابا؟ نروح عند الدكتور ابو سريع اللميع اللي بيشيل اللوز للجميع. بس انا لازم مش بتوجعني. مش مهم، رجلك بتوجعك والبكتيريا السباحية عالية. وبعدين يا ابو محمد استنى شويه. هبدة كبيرة بتحصل عليها مشاكل خطيرة، ان في حاجة اسمها البكتيريا السباحية، وبسبب البكتيريا السباحية اللي بتعلى في الدم التحليل ال ASOT ازوت او ASO تتر ده بتتشال لوز كتير. بل العيان لما رجله بتوجعه ممكن يروح لدكتور الانف واذن. من فضلكم زي ما بنأكد الحمى الروماتيزمية ليها اركان متكاملة. مش اي عيل رجله بتوجعه تتشال له اللوز، مش اي عيل رجله بتوجعه نوديه لدكتور انف واذن. ومن فضلكم هذا التحليل مالوش اي قيمة لوحده. ياما اتظلم بسببه اطفال خدوا حقن طويل المفعول. انا شفت اطفال فضلوا ياخدوا الحقنه 6 7 سنين وهم ما عندهمش التشخيص ده. فنخلي بالنا. امال مين الطبيب المختص؟ دكتور الروماتيزم، لان دي اسمها حمى روماتيزميه. فمن فضلكم بلاش الاستعجال في شيل اللوز، بلاش الاستعجال في حقن طويل المفعول من غير ما يكون المرض مكتمل الاركان، لان كل ده تدخلات ليس لها قيمه وهتضر اطفالنا. والف سلام عليك يا محمد، وخلي بالك من اللوز.